السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده انا جاي ارشح لك واحد من افضل الموبايلات اللي انا شفتها في الفتره الاخيره، واحد من اقوى الموبايلات فعلا نزلت في الفتره الاخيره، واحدث الموبايلات اللي نازله بسعر كويس جدا، وما زالت برضه بتديك قيمه مقابل سعر هايله وممتازه جدا. وفي الواقع دي مش حاجه جديده على شركه شاومي، الا انها في الفتره الاخيره بدأت تغير الموضوع كده، وبدأنا إن احنا نشوف موبايلات غالية منها وموبايلات مش بتقدم قيمة مقابل سعر كويسة جدا، لكنها رجعت تاني وحبت تصالح الجمهور بتاعها ونزلت موبايل فعلا يعتبر موبايل جامد جدا. فيلا خلينا ما نطولش كلام كتير، وخليني النهارده اكلمك على الشاومي 12 تي. الموبايل ده حقيقي موبايل مبهر جدا، لان الموبايل ده يعتبر من الموبايلات الفلاج شيب كيلر اللي تعتبر قريبه جدا انها تكون موبايلات متكامله. الموبايل موازن ما بين كل حاجه بشكل مظبوط جدا، ومديك كل حاجه هنا بشكل ممتاز. الموبايل هنا موازن ما بين كل حاجة بشكل كويس جدا، وعامل لك توليفة كده أو تجميعة محترمة جدا. وبرضه في نفس الوقت سعر الموبايل ده مش عالي اطلاقا. على المميزات اللي بيقدمها لك الموبايل ده هتنبهر وهتصدم من سعر الموبايل حقيقي. وانا مش بتكلم هنا على سعر الموبايل في مصر وتسعير الموبايل في مصر والكلام ده، انا بتكلم على سعر الموبايل عالميا او في اي دوله بره مصر. يعني شاومي نزلت الموبايل ده بتصميم او ديزاين شبيه قوي للموبايلات الفلاج شيب او الموبايلات الرائده بتاعتها، لان الموبايل ده فعلا تحس ان الموبايل قيم جدا وموبايل فعلا مصروف عليه. وزن الموبايل هنا 202 جرام، وسمك الموبايل 8.6 ملم. وزي ما قلت تصميم الموبايل هنا جاي بديزاين كده تحسه سيمبل سادة هادي جدا وراقي جدا، يوحيلك ان الموبايل ده فعلا موبايل غالي. بداية من ظهر الموبايل لشطفة الفريم بتاع الموبايل، كل حاجة من الحاجات دي مميزة. ماشي، كل ده كلام جميل جدا، لكن خليه على جنب دلوقتي. اهم حاجه دلوقتي خلينا نتكلم فعلا في المميزات الحقيقيه اللي هي فعلا تعتبر مميزات رهيبه في الوقت اللي احنا فيه ده. رقم واحد هي شاشه الموبايل. الموبايل ده جاي بشاشه روشه جدا وجامده جدا. شاشه الموبايل هنا هي جايب مقاس 6.67 بوصه، شاشه اموليد، جايه هنا 120 هرتز كريفريش ريت، تدعم اتش دي ار 10 بلس، سطوع الشاشه دي بيوصل ل 1000 نتس او 900 نتس في الحدود دي، وعليها طبقه حمايه من الجيل الخامس. ضيف الى ذلك انها جايه بتصميم الهول بانش اللي في نص الشاشه. والمميز اكتر في الشاشه دي ان الحواف بتاعتها تحسها سيمتريه جدا، الحواف كلها تحسها قد بعض، مفيش حافه سفليه والكلام ده. فمن الاخر كده شاشه الموبايل ده هي ميزه قويه جدا، لانها من الاخر شاشه اموليد، الوانها جامده جدا، سطوعها كويس جدا، الشاربنس بتاعها عالي جدا، وكمان جايب ريفريش ريت عالي، فبالتالي السكرول اللي فيه هيكون كويس جدا جدا. وبمناسبه ال 120 هرتز تعال نتكلم على تاني اجمل نقطه في الموبايل ده، وهي المعالج بتاع الموبايل، لان الموبايل هنا المعالج بتاعه جامد جدا. الموبايل هنا بيجي بمعالج الدايمستي 8100 الترا. المعالج ده ببساطه شديده بيقارن بالسناب دراجون 888، يعني من الاخر كده معالج فلاج شيب، معالج هاي اند، معالج قوي جدا. ومن الاخر برضو معاك هنا اداء قوي جدا وجامد جدا، ومعاك اداء عالي وفريمات عاليه جدا في اغلب الالعاب. نقطة كمان ان الموبايل ده من الموبايلات نادرة جدا في الايام اللي احنا فيها دي، بيدعم 90 فريم من العلبة كده في لعبة زي لعبة ببجي، بيبقى الاوبشن بتاع ال 90 اف اس مفتوح معاك في الموبايل ده. وناس كتير طبعا بتدور على الموضوع ده، فدي نقطة برضو تميز الموبايل شوية. كمان الموبايل ده بيجي بنسختين، 8 مع 128 ذاكرة داخلية او 8 مع 256 ذاكرة داخلية من نوع ذاكرة داخلية سريع يو اف اس 3.1. الموبايل هنا للاسف ما بيركبلوش كارت ذاكره خارجي، ولكن ده طبعا يعني ده المتعارف وده العادي في الايام دي. كمان الموبايل هنا بيجي بستيريو سبيكر، عندك هنا سماعتين جامدين جدا، والكواليتي بتاع الصوت في الموبايل ده رهيبه جدا. كمان برضو الموبايل هنا من الموبايلات النادره عند شاومي اللي بتيجي ببصمه تحت الشاشه وبتكون كويسه جدا وشغاله بامتياز جدا. نسبه كبيره من موبايلات شاومي البصمه بتاعتها بتيجي على زرار الباور، لكن مؤخرا بدانا نشوف بصمه تحت الشاشه من شاومي كتير جدا. وتقدر تقول برضو ان الكاميرات في الموبايل ده كويسه. الموبايل هنا بيجي بكاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل وعليها واي اس، ودي برضو حاجه كويسه جدا جدا. فتحة العدسة بتاع الكاميرا دي هي 1.7، وعندك هنا 8 ميجا بكسل الترا وايد، 2 ميجا بكسل للماكرو. واخر الموبايل ده في تصوير الفيديو هو 4K 30 فريم، للاسف يعني شويه مفيش 4K 60 فريم على الاقل، لكن كويس برضو. واما عن السيلفي هنا فبتكون 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، واخرها برضو 1080، مش عارف ليه. الموبايل طبعا بيدعم كل شبكات الاتصال الجديدة، واي فاي 6، بلوتوث 5.3، وكل الكلام ده. ضيف الى ذلك ان الموبايل ده برضه من الموبايلات النادره جدا عند شاومي اللي بيجي هنا بسنسور تقارب، بروكسيميتي سنسور حقيقي موجود في الموبايل، فمش هتعاني اطلاقا مع الموبايل ده في موضوع المكالمات والحاجات دي. ونيجي بقى لاخر ميزه قويه جدا في الموبايل ده، وهي ان الموبايل هنا بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير مع سرعه شحن 120 واط، ودي برضه نقطة قوية جدا. فمن الآخر كده في 3 أو 4 نقاط كده في الموبايل ده يخلوك كده اللي هو الموبايل ده جامد جدا. الموبايل ده على سعره، طيب مع الامكانيات دي السعر هيكون عامل ايه؟ قبل ما نخلص نقطة البطارية، فالموبايل هنا بيشحن من 0 ل 100%
في حوالي 19 دقيقة. ودي طبعا يعني 120 واط، أكيد لازم هتاخد سرعة شحن رهيبة جدا، الموبايل هيشحن بسرعة عالية جدا. ومع كل الكلام ده فسعر الموبايل ده حرفيا مفاجأة. الموبايل ده بيجي في حدود سعر $400 لأقل نسخة، أو $450، من 400 $450 في الحدود دي. فمن الآخر كده ممكن تقول إن الموبايل ده سعره عالميا لو هتقارنه بالسعر المصري. فالموبايل ده يعتبر، أو المفروض إن هو كان سعره في السوق المصري حوالي 10,000 جنيه مصري. فالموبايل طبعا كقيمة مقابل سعر جامد جدا جدا جدا. فانا بنصحك لو بتفكر تشتري الموبايل ده اكيد ما تشتريهوش من مصر، حاول انك تجيب الموبايل ده من اي دولة عربية او اي دولة اجنبية، هيكون سعره ارخص بكتير من سعره موجود هنا في مصر. وبس زي كل حاجة من النهاردة، ده كان موبايل كنت شايف ان هو يستاهل الشراء، وده كان فيديو سريع كده. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.